السلام عليكم خوخاتي، كي راكم دايرين؟ نبداو الفيديو تاعنا بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. غادي نديرو اليوم ان شاء الله وصفة تاع افخاذ دجاج في الفرن بواحد الطريقة ما شاء الله تجي بزاف بنينة وسهلة. بلا ما نطولو نروح نشوفوا الوصفة مع بعض. بسم الله. في ريسيبيون نحطو ملعقة كبيرة تاع السمن وزوج ملاعق كبار تاع الزيت وملعقة كبيرة تاع عسل. نزيدو 3 سنينات تاع توم مرابين، ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، ونتبلوهم بملح، فلفل اسود، شوية فلفلة حمراء، ملعقة صغيرة تاع سكنجبير، وشوية تاع زعفران ولا كركم، ونزيدو ملعقة صغيرة تاع زريعة البسباس مع حبة حلاوة، ونديرو 2 ملاعق صغار تاع زعترة. نخلطو كاع هاد المقادير مع بعض. نجيبو افخاذ تاع دجاج بيان سور، تنقوهم تخلوهم بالجلد تاعهم، نقوهم بالليم ولا بالخل، ونبداو نتبلوهم بالبانسو في كامل الاطراف بهذيك الماريناد اللي درناها. دروك اللي بقات لنا نديرو معاها نصف كاس تاع ماء يكون سخون، ونزيدو ورقه تاع الرند، ونحلو مليح هذاك الخليط تاعنا مع هذاك الماء. نجيبو البطاطا نقطعوها هكا اصابع، ونبداو نتبلوها كامله هي تاني في هذيك الخلطه. دروك نزيدو غير شويه تاع ملح، لانه اوتوماتيكمون غادي من نزيدو الماء غادي شويه يروح لنا الملح تما باش ما تجيناش صامطه. دروك نحطو الاولى في البلا تاع الفرن، نديرو البطاطا، بعدها نرصو كاع هادوك افخاذ الدجاج صاير داير عليها. نغطوها بالالومنيوم، من الافضل ديروا ورق الطبخ ما كانش عندي، وبعدها تزيدوا فوقه الالومنيوم وندخلوها الفرن طيب لنا من الاسفل، يعني حتى تحسوا هذاك الدجاج تاعكم كامل طاب كيما راه امامكم. بعدها نجيبوا قطع من الحار، قطعت قرن تاع حار درته هكا من الفوق، وبعدها رجعت للفرن وشعلت عليها من الفوق هكا باش تكتسب اللون الذهبي كما راهي امامكم. يعني حاولوا ديروها الفوق شويه باش ما تنشفش، يعني غير تكتسب اللون الذهبي بلا ما ينشف لنا هذاك الدجاج. تجي ما شاء الله الذوق تاعها بنين بزاف، وتجي المرق عاقده، ومام هذيك البطاطا طيب فيها بهذوك لي زيبيس، ويزيد هذاك الدجاج كاع العصاره تاعها تهود عليها تجي بزاف بنينه. ننصحكم تجربوها. هذه هي حبيباتي، تهلاو لي في رواحكم، نموت عليكم خوخاتي.